ليه يا رب؟ ليه واحد بيتولد غني جدا، بيته فيه خير وفلوس كتير، والتاني بيصحى من النوم ما بيلاقيش اكل ياكله حتى وهو راح شغل؟ ليه يا رب؟ ليه واحد بيصحى من النوم بيلاقي نفسه وارث ملايين، والتاني بيصحى من النوم مش لاقي مصروف بيته ولا لاقي مصروف نفسه حتى؟ ليه التفاوت دوت؟ ومش ده ظلم برضه؟ اسمع بقى. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليه يا رب؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. معلومة برضو هنا، كلمة سخريا في الآية أي يعني يتخذ بعضهم بعضا أسبابا في المعاش، يعني بالمعنى كده ما يقدروش يعيشوا من غير ما يكونوا لبعض أسباب كده. نرجع للي احنا عايزين نقوله تاني، إن التفاوت دوت عمره ما كان ظلم، عكس ده امتحان رباني محسوب بدقة شديدة جدا. معنى إن اللي معاه بيختبر، هل هيشكر؟ هل هيساعد الناس ولا لأ؟ قصدي اللي معاه فلوس، يعني اللي معهوش هل هيصبر ولا هيحسد غيره؟ وفي النهاية اللي بينجح مش غني ولا فقير، ينجح هو اللي نجح في اختبار ربنا. هل رضى باللي هو فيه ولا لا؟ هل كان بيتقي الله عز وجل في اللي معاه ولا لا؟ ده الاختبار، هو ده الاختبار اللي ربنا هيحاسبك عليك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحديث: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، وهو أجدر ألا تذروا نعمة الله عليكم. يعني بدل ما تبص للي راكب عربية غالية، بص على اللي مش لاقي تمن الميكروباص يروح بيه الشغل الصبح. وبدل ما تبص على اللي عايش في فيلا، لا، بص على النايم على الرصيف في الشارع تحت. ساعتها بس هتعرف انك غني بنعم ربنا اكتر من اللي انت كنت بتحسده اصلا. صاحبي، الغنى والفقر عمره ما كان اشارة لحب ربنا او حتى غضب ربنا، عكس ده في غني ربنا بيكرهه، وفي غني ربنا بيحبه. وبرضه الفقير، في فقير ربنا بيحبه، في فقير ربنا بيكرهه. القياس الحقيقي في الموضوع دوت هو ايمانك ورضاك وعملك، مهمش رابع. الدنيا ديت مش دار مساواة، دي دار اختبار، والاختبار ممكن يبقى شديد جدا، بس اللي مستنيك أكبر من ده بكتير. وبرضه اللي انت شايفه ده عمره ما كان ظلم، ده امتحان رباني زي ما قلت لك، محسوب بدقة شديدة جدا. خلي بالك، ممكن فقرك ده يكون طريقك للجنة. ده سؤال من أسئلة كتيرة بنجاوب عليها في السلسلة بتاعتنا دي إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلها أصلها ثابت وفرعها في السماء. بس كده، سلام.